قام الشمالي غزل الوسطى وفي صدره علوم، والسودة هو جده تنافس بالجمال وبالحلا. الرؤيا اللي كانت أشبه بالخيال وبالحلوم، اليوم صارت واقعي يشوفونها كل الملا. ليل الفساد اللي معه لا يمكن النهضة تقوم، الحمد لله اشرقت شمس النزاهة وانجلى. من شاف الإقبال الكبير اللي بصالات القدوم، يشوف حجم الفرق بين من أول وبين أولا. في ظل قايدنا العظيم اللي عسى عزه يدوم، سلمان عزة الأمتين وصاحب الراي العلا. اليا وقف هز العروش وعز قوم وذل قوم، واليا جلس حتى عدوه يظهر شعور الغلا. عطى ثقتها الصرمة اللي عندها الأمر محسوم، وحنا عطيناه الثقة والحب كله والولا. محمد اللي عزمه يتعب قويين العزوم، يقدح من الراس الشجيع اللي من العز امتلا. في خيمته ويحركك صور الرياسة كل يوم، شوف كيف يقدر يصنع التاريخ في فجوج الخلا. يا مهندس التغيير في العالم على وجه العموم، أما كذا القوة وفرض السيطرة ولا فلا. أسست في علم السياسة مدرسة دق الخشوم، وكسرت هيبة كل متغطرس على رؤوس الملا. من سطوتك صار البحر والجو والبر محكوم، ومن هيبتك حتى السباع تصد عن صيد الفلا. أنعم بك المولى علينا وابتلوا فيك الخصوم، في عيون شعبك نعمه في عيون الأخصام ابتلا. لو يصبحون الروم فرس ويصبحون الفرس روم، ما يعتلينا إلا العظيم اللي على العرش اعتلى. بلادنا ما استعمروها القوم ولا من معدوم، يزيدنا الله بالصبر والعزم لا زاد البلا. ما همنا طول العطش والجوع حتى لو نصوم، نبحث عن الأمجاد ما نبحث عن الماء والكلا. حنا البدو حنا العرب حنا العوايد والسلوم، حنا الشيام حنا القيام حنا هالقلوب يا هلا. تاريخنا يبقى على كبد السما مثل الرسوم، اللي بقت لليوم مرسومة على جبال العلا. الحمد لله حمدا خالدا بخلوده. نحمد الله سبحانه وتعالى فهو كافل أمرنا وميسر أمورنا، نستعينه فلا نعجز ونتوكل عليه فلا نضل، ونحسن الظن به فيهب لنا في القلب اطمئنان وسعادة. في هذا المكان المبارك
مكتب المحامي والمستشار القانوني الأستاذ الفاضل طارق بن خلف العلي. نرحب بالأكارم أبناء الكرام في تدشين شركة برومو ميديا لصاحبها ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ الفاضل سعيد بن محمد الحارثي، ونتوكل على الله عز وجل في هذا التدشين المبارك. ولا غرو، فكان شعاره في الحياة أن نعيش الحياة بطيب نية وصدق شعور، ونحفظ مقام الكفو ونقدر الأخوة. وكان حاله مع الكاميرا حالي مع الناس يشبه حالة مصور أجمل صور كاميراته ما طلع فيها. يبني القيم ويعزز مباني الشيم، يجمل المواقف ويجعل من المشاهد لها قلب وضمير، ضمير متحرك وليس مستتر نحو المعالي، نحو وطن يحبه الله عز وجل، ونحو تلك القيم الدينية والوطنية التي نفخر بها كمواطنين سعوديين، وأيضا كمقيمي في هذا البلد، بلد العطاء الذي يحمل رايته لكل الإنسانية. في بداية هذا اللقاء بإذن الله عز وجل، وقبل أن تنتقل هذه الشركة من المحلية للعالمية، نريد أن نسمع من المستشار الفاضل طارق العلي تلك الاعتمادات وتلك المجالات التي بإذن الله يكون لها أثر وبهاء. فليتفضل محامينا ومستشارنا القانوني أبو خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. أولا حياكم الله وبياكم جميعا، وثانيا نشكر الله تعالى على هذه الدولة العظيمة التي نعم فيها بالأمن والأمان بقيادة الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان. ثالثا نبارك للأستاذ سعيد وفريق العمل على هذا التدشين المبارك وهذه الشركة ودخوله السوق الآن بطريقة محوكمة ما شاء الله تبارك الله، وتم بحمد الله وتوفيقه صدور هذا السجل التجاري وهذه المحاور التي سأذكرها لكم بعد ما حصلنا على الموافقات بالأنشطة جميعها التي تخول له هو وفريق العمل البدء في هذا المجالات. فمن هذه المجالات حتى لا أطيل عليكم: أفلام وبرامج الفيديو، إنتاج وإعلانات تجارية تلفزيونية، تشغيل استوديو صوتي ومرئي، وأيضا الخدمات الصحفية وإدارة وتأجيل العقارات. انتقلنا فقط لا يكون عمله في الإعلام، أيضا في إدارة العقارات، وأيضا التأجير، وأيضا الوساطة العقارية. وكما تعلمون حتى يكون وسيط عقاري يجب أن يكون هناك ترخيص، وحصلنا على هذا الترخيص. وأيضا التسويق، اليوم التسويق حتى يكون داخل في سوق العمل داخل المملكة وخارجها، الحمد لله حصلنا على الترخيص في التسويق وله شهاداته معتمدة. وأيضا في التسويق العقاري والسياحي، وكذلك في المزادات العقارية. وكذلك هذه الشركة، شركة برومو ميديا، تعمل في التسويق والإعلان العقاري، يوثق العقارات، يسوق العقارات، يصور العقارات، أيضا في العلاقات العامة والاتصال لدى الجهات الحكومية، وأيضا التصوير والمسح الجوي، وكذلك مؤسسات وكالات الدعاية والإعلان بأكملها، وكذلك تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير، يعمل في مجال التسويق نيابة عن الغير، وأيضا الإعلانات الجوية، وأنشطة التصوير الفوتوغرافي، وتشغيل الطائرات بدون طيار لأغراض التصوير الجوي. الآن حتى الطائرة بدون طيار يجب أن يكون لها ترخيص، وحصلنا اللهم لك الحمد على هذا الترخيص. وأنشطة التصوير التجاري والسياحي بجميع وسائل التصوير وأساليبه، والتحميل السريع للأفلام. فهذه الأنشطة طبعناها لكم من وزارة التجارة حتى تعلمون أن هذه الشركة وهذه الأنشطة بإذن الله تعالى ستعمل على قدم وساق. الآن هذا مفتاح أحببت أهديه إلى رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعيد وفريق العمل معه، حتى يكون لهم مصدر رزق
يعلم الله على هذه الطاولة اجتمعنا مع شركات ذهب، شركات في مجالات عدة يؤسسون للأجيال التي بعدهم حتى يكون هناك ثمرة لهذه الأنشطة التجارية. اليوم الدولة تدعم المواطن السعودي، اليوم الدولة تقف في صف المواطن السعودي. فاليوم يجب أن ننتقل من اجتهاد شخصي، وهذا الشغف حينما يدمج مع هذه الشركة فإن شاء الله أعلم تماما بالتسويق وبالاجتهاد ستصلون إلى مراحل أعلى. أخيرا نرحب بجميع من حضر ونبارك هذه الاتفاقات. أنا معهم كمحامي لهذه الشركة، والدكتور عبد الله العريفي ما شاء الله تبارك الله تمكين الهدف بإذن الله في الإعلام. وأيضا هناك اتفاقات مع شركة اسم الشركة الحلول العربية ما شاء الله تبارك الله القابضة، الأستاذ أحمد مستشار تقني. فإن شاء الله هذه الاتفاقيات ستقود هذه الشركة للأمام. ومعنا الدكتور عبد الله والدكتور أحمد ما شاء الله تبارك الله يخدمونه. وأيضا في العقار عندنا شركة سايد، أعرف والده ما شاء الله تبارك الله ومجالاته التي يعمل بها الأستاذ أحمد القحطاني، وأيضا ما شاء الله ابنه. ونرحب بالجميع. هذا وصلى الله وبارك. الحمد لله بتوقيت الإبداع والانتقال بإذن الله إلى الاحتراف والعالمية نحو الشاشة المرئية ونحو تسويق والتطوير العقاري. وبإذن الله عز وجل ندشن شركة برومو ميديا مع صاحبها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الفاضل سعيد بن محمد الحارثي في يوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر شوال لعام 47 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الشركة الرائدة التي بإذن الله تحقق الأثر الذي فيه بهجة وبهاء. ويتفضل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعيد بن محمد. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل وبه نستعين لندشن شركة برومو ميديا للخدمات الإعلامية والخدمات العقارية وخدمات التسويق والدعاية والإعلان. بسم الله. بسم الله توكل على الله. ما شاء الله. على بركة الله. نسأل الله لك العون والتوفيق. شمس النزاهة وانجلى من شاف الإقبال الكبير اللي بصالات القدوم يشوف حجم الفرق بين من أول وبين أولا في ظل قايدنا العظيم اللي عسى عزه يدوم سلمان عزه. رسم الصورة الذهنية بين القيم الدينية والقيم الوطنية والقيم الإعلامية، فأصبح براند لمنظومة محلية بإذن الله تنتقل إلى العالمية. هذا هو الأستاذ رئيس مجلس الإدارة سعيد بن محمد الحارثي صاحب هذه الشركة، شركة برومو ميديا. يعزز القيم ويبني في مباني الشيم، لا يريد إلا أن يكون عيشه نعيش الحياة بطيب نية وصدق شعور ونحفظ مقام الكفو ونقدر الأخوة. أما الحال فإن سألتم عن حاله فهو حاله حالي مع الناس، يشبه حالة مصور أجمل صور كاميراته ما يطلع فيها. هو للذات متفوق ووصل من البصر إلى البصيرة نحو بإذن الله الأثر المبارك الذي فيه بهجة وبهاء. كلمات عن هذه الشركة، كلمات عن صاحب هذه الشركة الذي رسم في مخيلتنا صورة ذهنية وطنية تحمل كثير من القيم الإعلامية. ونبدأ مع المستشار القانوني لهذه الشركة الأستاذ والمستشار المحامي طارق العلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعجز عن وصف هذا الرجل وليست مجاملة، يعلم الله. والسبب الرئيسي في مبادرتي لهذه الشركة لهذا الرجل الذي يستاهل كل خير، يعلم الله وجميعنا يؤيد هذا الكلام. اجتهد ليل نهار، عمل سنين في إنجاح القبيلة. ودائما أنا أضعها قاعدة: نجاح الفرد من نجاح القبيلة، ونجاح القبيلة من نجاح الدولة.
ونجاح الدولة من نجاح ما قال الله وقال الرسول. فهنيئا لنا بمثل هؤلاء الرجال الذين يبحثون فقط عن نجاح الدولة ونجاح القبيلة والأفراد، وكل فرد شكل ورتب ورسم كل ما يخدم القبيلة. الكل يمكن يأيد معنا في مجموعات الواتساب، يسهرون ليل نهار، يعلم الله العمل الإعلامي من أتعب المجالات. والله العلي العظيم إني أعجز عن شكره هو ومن معه من فريق العمل، يعني ناجحين بدون شركة ومنظمين بدون شركة، فما بالك اليوم إن كان هناك شركة وتعاقدات وإن شاء الله اتفاقيات مع الدولة ومع السياحة مع الوزارة مع الثقافة، فهذا كله بيصب في مصلحتهم جميعا. فهنيئا لهم ونسأل الله العظيم لهم التوفيق. والآن إلى عراب الكلمة التي تدعو إلى تحريك الضمير المستتر ليصبح متحرك، وجعل الإحسان هو بر الأمان. ومن يشتاق له المنبر الدكتور الفاضل أحمد الجار الله الذي يحدثنا عن تلك الصورة الذهنية وذلك البراند العالمي لأستاذنا وشركته شركة برومو ميديا، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لك أبا محمد بهذه الشركة. ابتداء حينما تبني منظمات وكيانات من العنصر البشري ستواجه أصعب ما يكون على المستوى الإداري والمستوى القبلي والمستوى التنظيمي. شاعرنا وحبيبنا والأستاذ سعيد بنى منظومة أرى أنها من المستحيلات أن تبنى، لا على مستوى العمل الإداري الربحي أو غير الربحي، ولكن لا يمكن أن تبنى مثل هذه المنظمات إلا بقدرات رجل جبلية وربما أيضا مكتسبة، وهذا هو أبي محمد ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بنى هذه المنظمة ولو أنها سابقا كانت بشكل حبي وغير رسمي، والآن أخذت الطابع الرسمي، وها هي شركة برومو ميديا تتسيد الساحة وتتصدرها وتعلو في سمائها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه المشورة بهذا الشكل من المحامي القدير سعادة الأستاذ أبي خالد الأستاذ طارق، هنا ترتسم معالم الصبغة القانونية والصفة القانونية على خط النجاح. إذا كان النجاح حصل بدون الصبغة القانونية ولا المسار الإداري ولا المشورة القانونية، فما بالكم إذا كان هناك مسار قانوني إداري منظم يشق خطه للأجيال القادمة. هنيئا لك أبا محمد بهذه الشركة، نحن معك بالمال والحال والرجال في مثل هذه الشركة، وشكرا أبا خالد على هذه المبادرة وعلى هذه الوقفة وعلى هذه الإشارة. أبا خالد شهادتنا مجروحة فيه، سواء على مستوى المبادرات أو على مستوى العمل الخيري أو على مستوى الاستشارات. أسأل الله أن يبارك فيه وفي محله، والله يكثر خيره في مثل هذه الدعوة، ومثله لا يرد له طلب، وخصوصا بحضور يعني كوكبة من خيرة الناس، الدكتور عبد الله والشيخ محمد ومجموعة من الإعلاميين ما شاء الله، أبي رايد والشيخ عبد الرحمن مهندس عثمان وحبيبنا الإعلامي أستاذ فيصل أستاذ محمد ما شاء الله، والجميع الحاضرين وكل من كان لهم أثر في نجاح مثل هذه المنشأة تعاونا وحضورا ودعاء ووقفة. ونحن إذ نحضر في هذا المكان فنحن نقف بأنفسنا داعين ومشاركين ومباركين ومحبين وفخورين أن نقف في مثل هذه الشركة داعمين لها بكل ما نملك، لأنها خدمت الوطن وقبله الدين ثم خدمت القبيلة. وهذه الملتقيات وهذه المنصات كلنا نعرف ولا ننكر، ومن ينكر يجحد أنه كان لها فضل كبير في جمع الكلمة والإصلاح بين الناس والترابط والصلة، وأيضا لها أثر كبير في فك ضائقة كثير من الناس. ونحن نعلم
ما حصل الفترات السابقة. شكرا لك بحجم السماء، ولو أن الشكر أبا محمد لا يفي ولا يكفي، لكن ندعو لك من خالص قلوبنا، ونحن معك قلبا وقالبا. ولست أنا بس، الساحة تشهد، والمجالس تشهد، والجروبات تشهد، والمطالق يشهدون، وبيضان الوجيه يشهدون على هذه الأعمال التي أنجزت وخرجت. ولولا الله ثم رجل مثلك يتنصب مثل هذا الأمر لما رأينا. انظروا بتفاصيل على مستوى السوشيال ميديا كم شقت غبارها من مقاطع، سواء ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو قبلية أو تواصل أو زيارات. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أصبحت بالملايين. بل نفاجأ بعض الأحيان ببعض المقاطع التي يتصدر تصويرها الشباب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يعطيهم العافية. من ذكرت اسمائهم قبل قليل أبدعوا وجهدوا واستثمروا وسهروا الليالي من أجل أن نخرج بهذا الإنتاج الجميل والرائع. شكرا لكم بحجم السماء، وأدعو لكم بالتوفيق والسداد، وإن شاء الله الفترة القادمة من نجاح إلى نجاح ومن تطور إلى تطور. وصلى الله على نبينا محمد. من جعل ذكر الله عز وجل حافز في كل مجلس، وجعل زاد يومي ينصح به ويذكر به الصغير والكبير بشكل مستمر، جعل من التحفيز منهل، وجعل من الإبداع شاطئ، هو شاطئ الأمان. الدكتور الفاضل عبد الله بن ردة الشعابي الحارثي أبو فيصل يكرر دوما أن أصحاب الإبداع هم الذين يؤمنون بجمال أحلامهم، ويعيد ويحفز الأنفس على ذكر الله عز وجل التي هي زاد يومي. تبقى الكلمة بين يديه ليجعل ذلك لوحة ليست فنية إنما قيمية نحو الإعلام الذي أسسه وجعل منه قيمة عليا. الأستاذ الفاضل سعيد ابن محمد الحارثي بكلمة يرسمها ويوقع عليها الدكتور أبو فيصل عبد الله بن ردة، فليتفضل مشكورا مأجورا ودوما محفزا للإبداع. الحمد لله على تقديره وحسن ما صرف من أموره، يخير للعبد وإن لم يشكره، ويستر الجهل على من يظهره. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. مساءكم وطن ومساءكم إنجاز. يطيب لنا في هذا المساء المبارك أن نشارك وأن نبارك وأن ندعم وأن نحفز أخونا وزميلنا وصاحبنا وصديقنا الأستاذ سعيد بن محمد الحارثي في تدشين شركته الإعلامية المتميزة برومو ميديا، والتي تعتبر واجهة إعلامية وطنية متميزة بإذن الله تعالى لتعدد مجالاتها، وأيضا لأهدافها العالية ورؤيتها ورسالتها النبيلة التي تبني في ساعد هذا الوطن الغالي المملكة العربية السعودية. وأنا أتوقع لشركة يديرها الأستاذ سعيد الحسيكي الحارثي ومحاميها الأستاذ طارق العلي، وفريق العمل فيها هذه الوجوه الطيبة وهذه الشراكات المتميزة وهذه الواجهات الإعلامية المعروفة لدينا، ولها مستشار الدكتور عبد الله العريفي الحارثي، وأيضا يشارك فيها نخبة متميزة. أتوقع لها مقدما النجاح، وأتوقع أن تكون واجهة إعلامية في وطننا العظيم المملكة العربية السعودية. فهنيئا لك أبا محمد هذا الإنجاز. وسعيد بن محمد رجل بألف، هذه لا أقولها مجاملة، وإنما رجل مبادرات، الرجل فعلا يبني في الوطن ولا يهدم، يجمع الكلمة ولا يفرقها. فسعيد مهما نمدحه مهما نقول فيه، أنا يعني من المحبين له ومن المشجعين له ومن أيضا الفخورين به وبمعرفته وبصحبته وبصداقته، لأنه كل ما يقدم هو نوعي. وعندما يكون التدشين في هذا الموقع
في مقر المحامي الفاضل المهندس طارق بن خلف الحارثي. أيضا أقول هذه إضافة نوعية، والمهندس طارق يعني صراحة صاحب المبادرات التي يشهد بها الكل، ومهما نقول عن مبادرات هذا وعن نيته السليمة وعن رغبته في العمل وعن حماسه، فأقول هنيئا للوطن بأمثالك سعادة المحامي. يعني شباب قلنا لا خير فيهم وبورك في الشباب الطامحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم من واسع فضله ومن نعمه، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار ورغد العيش. وحقيقة أن دولتنا أيدها الله يعني تدعم مثل هذه المبادرات النوعية. وأيضا انتقلنا كما ذكر الأحبة الذين سبقوني من مرحلة العشوائية إلى مرحلة التنظيم والجانب الرسمي، فهنيئا لنا بهذه الشركة الإعلامية، ونحن نؤيد وبقوة مثل هذه المبادرات، ونسأل الله أن يكتب أجركم ويرفع قدركم ويسر أموركم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برومو ميديا هذه الشركة التي في أرض الواقع ولدت في هذا اليوم المبارك 19 يوم الثلاثاء لعام 47 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بدأت بالتدشين ولن تنتهي إلا إلى سماء الإتقان وشاطئ الإحسان بشراكات استراتيجية انطلقت من هذا المكتب المبارك صاحب النية الطيبة، والتي هي كما يقولون أن النية مطية والنوايا مطايا، وليس كل المطايا مغاتير. نية أبو خالد المحامي رجل مبارك، مكتبه مبارك، صار مكتب يطلب ويرغب لإنشاء كثير من المبادرات. أما الشراكة الثانية فهي مع المستشار التقني نحو الحلول الرقمية والتسويق الرقمي، وأيضا البث في فضاء الوطن الآمن المطمئن، الأستاذ أحمد بن عبد الله الحسيكي الحارثي، مع حلول العربية وشراكتها الاستراتيجية في برومو ميديا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبارك لأبو محمد هذا التدشين لهذه الشركة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق له ما يتمنى هو وفريق العمل. فأبو محمد شهادتنا فيه جميعا مجروحة، فهو شركة من قبل أن يكون شركة رسمية. وبهذه المناسبة أشكر أبو خالد الأستاذ طارق الحارثي على هذه المبادرة وعلى هذا التدشين وعلى دعم المستمر لجميع من يرغب في إنشاء مظلات رسمية من أبناء القبيلة، فنشكر له هذا الدعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب ما يقدمه في ميزان حسناته. ومبروك مرة أخرى لأبو محمد ولفريق عمله، وشكرا جزيلا لكم. انطلقت بشراكات استراتيجية من القانونية للتقنية وصولا إلى رخصة فال المصرحة للوساطة العقارية. معنا الأستاذ الفاضل محمد بن سعد الهداف، مطور عقاري يملك شركة سايد، وتم التوقيع لله الحمد مع برومو ميديا نحو آفاق في التطوير العقاري يمتد من الجنوب إلى الشمال، ويحده شرقا الإبداع وغربا مكة المكرمة. فليتفضل أستاذنا أستاذ محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نبارك لأبو محمد تدشين هذه الشركة، وإن شاء الله أنها فاتحة خير، ويسرنا إحنا شركة سائد التعاون معه والوقوف معه بالحال والمال. أبو محمد يستاهل ويسابقنا أولا في العلوم الطيبة، والحين يسابقنا في الشركات بوجودكم أنتم يا دكاترة والمشايخ، وأسأل الله أن يوفقنا وإياه، وصلى الله وسلم على رسول الله. برومو ميديا كان الفكر منطلقه من الشهباء، وكان الإبداع والتألق والإتقان والاحترافية مصدرها مدينة الورد نحو وطن آمن بين الشرق وبين الغرب وبين الشمال والجنوب، بقيادة رئيس مجلس إدارة برومو ميديا الأستاذ الفاضل سعيد ابن محمد الحسيكي الحارثي، وشراكاته الأربعة وتدشينه في هذا اليوم المبارك في مكتب مبارك اجتمعت النية الطيبة وأيضا العمل المتقن الذي يورث بإذن الله عز وجل الأثر المبارك في بهجة وبهاء من استقطاب للمواهب الإعلامية
ومن التطوير العقاري ومن التسويق في مجاله الثلاث بتصريح رسمي لهذه الشركة برومو ميديا. مسك الختام، وللختام مسك يعطر به أستاذنا الفاضل رئيس مجلس الإدارة، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وحده، والثناء لله وحده، والشكر لله وحده، والفضل لله وحده. اليوم وكما تابعتم ندشن شركة برومو ميديا للخدمات الإعلامية والخدمات العقارية وخدمات التسويق والدعاية والإعلان. يقول الشاعر: إذا غامرت في أمر مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر قليل كطعم الموت في أمر عظيم. ورحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة، واليوم أول خطوة. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم ويجعل التوفيق حليفنا جميعا. وبهذه المناسبة وفي أولى خطواتنا ندشن أولى شراكاتنا مع الأستاذ طارق الحارثي كمستشار قانوني، أيضا مع الدكتور عبد الله العريفي كمستشار إعلامي، أيضا مع الأستاذ أحمد الحسيكي كمستشار تقني. أيضا نوقع مع عقد شراكة طبعا مع أخونا الأستاذ محمد بن سعد القحطاني صاحب شركة سايد للخدمات العقارية. أشكرهم على دعمهم. أشكر أيضا فريق العمل المتواجد خلف الكواليس. أتمنى للجميع التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام الشمالي غزل الوسطى وفي صدره علوم، والسودة هو جده تنافس بالجمال وبالحلا. الرؤيا اللي كانت أشبه بالخيال وبالحلوم اليوم صارت واقعي يشوفونها كل الملا. ليل الفساد اللي معه لا يمكن النهضة تقوم، الحمد لله. تنطلق هذه الشركة برئيس مجلس وأعضاء. هؤلاء الأعضاء هم الذين يحلقون في سماء الفضاء. فيصل الحارثي، أبو في، حياك الله. يا مرحبا. أنت عضو في هذه الشركة المباركة، ودنا يعني تعطينا تغريدة عن هذه الشركة وأيضا مستقبلها الباهر بإذن الله. والله اليوم الحمد لله نبارك لأنفسنا إن شهدنا انطلاق شركة برومو ميديا. في السابق كنا نعمل تعاوني، واليوم نحن نعمل تحت مظلة رسمية. هذه المظلة تعطينا شعور ودافعية للانطلاق والإبداع أكثر فأكثر. نتمنى لرئيس مجلس الإدارة وجميع الفريق والقائمين على هذه الشركة تحقيق يعني ما يصبون إليه من أهداف، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. من أعضاء هذه الشركة المباركة برومو ميديا الأستاذ عواض الخالدي، أبو رايد، حياك الله. هلا يا حبيبي. في هذه الشركة تحقق أهداف رؤية 2030 مع عراب هذه الرؤية المباركة الأمير محمد بن سلمان. أين نجد هذه الشركة في ذلك التاريخ؟ بإذن الله أول شيء الصلاة والسلام على رسول الله. بإذن الله نحقق أهداف هذه الرؤية في عام 2030 إن شاء الله للأفضل ولكل ما هو جديد. كذلك أبارك لزملائي ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعيد بن محمد. ألف مبروك، ونسأل الله التوفيق. هذا الفريق هو يحقق مؤشر من مؤشرات هذه الرؤية، وهو التفاعل المثمر
هنيئا لكم أبو رايد، وبإذن الله نلتقي معك بعد سنين بإذن الله. شكرا لك. تملك برومو ميديا فريق متألق لا يعد بالألوان ولا يعد أيضا بالفلاتر، إنما بالحقيقة، بالوجود في الواقع وأيضا في الميدان. من فريق العمل الرائع جدا والمبدع أبا قصي أستاذ محمد الحارثي، حياك الله. حياك الله يا دكتور. ما هي حدود هذه الشركة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبارك لأنفسنا ونبارك لأخونا الأستاذ سعيد بن محمد الحسيكي تدشين شركة برومو ميديا، ونقول انتظرونا لمزيد من الإبداع. نشكر الدكتور أبو إبراهيم، نشكرك طبعا، ونشكر المحامي الأستاذ طارق الحارثي، ونسأل الله التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خيمته ويحركك صور الرياسة كل يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن بإذن الله تعالى سيكون هناك توثيق للاتفاقيات. نبدأ أولا بين الأستاذ سعيد ومكتب المحامي. تفضل يا أستاذ سعيد، وقف هنا. أسعدك الله يا أبو خالد، ولنا الشرف الله يسعدك. نوقع عقد شراكة مع شخصك الكريم، وهذا شرف كبير لنا بسبب ثقتنا فيك دائما، فلنا الشرف ونقول بسم الله. بسم الله. طبعا أيضا نكسب الوقت مع الأستاذ محمد. ما شاء الله تبارك الله، يسعدنا وإن شاء الله أنها فاتحة خير لنا ولك. الله يسعدك إن شاء الله. وأيضا الأستاذ سعيد مرة واحدة. أيضا مع ما شاء الله تبارك الله الأستاذ أحمد، نسأل الله يبارك، مستشار تقني. بسم الله. لنا الشرف والله يا أبو عبد الله أنت وأبو سعد. وأيضا والأهم يعلم الله الدكتور عبد الله المستشار الإعلامي. تفضل. طبعا عقد شراكة موحد. نعم.